في قلب باتنا بين جبال الأوراس الصامدة ولد صوت مختلف، صوت حمل الفرح والوجيعة والتمرد. هذا هو كاتشو، الفنان الذي أحبه الناس، وبقيت أغانيه تعيش رغم رحيل جسده. بدأ كاتشو من لا شيء، شاب بسيط يحب الغناء الشعبي ويحلم أن يصل صوته لكل بيت. لم يكن عنده إمكانيات، لكن كان عنده موهبة لا تشترى بثمن. أول أغنية صدح بها هزت الأعراس في الأوراس، وبعدها صارت كل الجزائر تردد اسمه. كاتشو لم يكن مجرد مطرب، بل كان أيقونة أبدعت، حيث كان يغني بالروح، يحط الحقيقة في كلماته، يحكي على الحب، الغربة، الرجولة والناس البسيطة، وبصوته الحنون صار رمزا من رموز الأغنية الشاوية. لكن الدنيا غدارة وما تدومش. ليلة من ليالي 2009 كاتشو كان عائدا إلى بيته، وانقلب كل شيء في لحظة. في طريق توتا تعرض الفنان القدير إلى حادث سير مروع أدى إلى إنهاء حياته. خبر وفاته نزل كالصاعقة على كل الجزائريين. هنا رحل كاتشو، لكن صوته ما زال راسخا في آذان الجزائريين. أغانيه ما زالت تعمر الأعراس والمناسبات وحتى السفر. لم يكن مجرد فنان، كان روحا من الروح الأوراس. واليوم بعد سنين من الرحيل ما زال الناس يقولون كاتشو، الصوت اللي عمره ما يغيب.